السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم قناة عالم ايمان. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو نشاط. ما عملتش المحتوى ده قبل كده على القناة عندي. ده نشاط هعمله لحسام ابني، طالبينه في المدرسة بتاعته. طالبين نشاط عن شجرة العائلة. معايا فوم الوان كتير زي ما انتوا شايفين كده. بدأت اخد الخضرة اللي هي بتاعت الشجرة، ارسم عليها، ارسم من الظهر كده بالقلم الرصاص وافرغها عشان الزقهم في بعض. هفرغها ويبقى معايا مسدس شمع الزقهم في بعض كده، وهاخد واحدة كمان. لنشاط بتاع شجرة العائلة فيه كذا فكرة، يعني ممكن بدل الفوم نعمله بكرتون، وممكن مثلا بدل ما ترسمي على الفوم الاخضر ده وتفرغيه بالمقص وتقصيه، ممكن تخليها حتة واحدة بس، تشيلي الزوايا الاربع زوايا دول وتخليها مثلا زي رسمة الوردة الكبيرة وتلزقيها. بس طبعا ده اصعب، النشاط ده اصعبهم يعني، بس بيبقى شكله احسن. معايا الخضرة دي بقى، هبدأ اخد الاربعة الخضر دول زي الوردات كده عشان الزقهم برضو على الشجرة. هي طبعا وردة معاقة شوية بس معلش مش بعرف ارسم الورد صح. ممكن تعملي قلوب لو مش عارفة مثلا ترسمي ورد. هو المشكلة عندي في التفريغ، بس ان انا ما كنتش بعرف افرغه عشان المقص معايا كان تقيل. وعملت شكل تاني كده، وهنا ببدأ برسم جذوع الشجر. رسمت جذوع الشجر اللي هي البني، وهفرغها كده من الفوم البني. ادي كده جذع اهو. اهم من الرسم التفريغ. ورسمت برضو ورق شجر. اهم حاجة التفريغ في ورق الفوم ده، القص واللزق. عملت كذا واحدة خضرة، واللي عملت برضو الاشكال دي هحط عليها صور والزقها. نلزق دول بقى. عايزه اقول لكم ان شكلها تحفه في الاخر، شكلها جميل قوي. الشمع ده لما بيسيح شويه يعني بيقعد في الكهرباء كتير بيبقى سايح، واللسعه منه رخمه قوي، نخلي بالنا. انا بحاول احط لها شمع كتير علشان تبقى متينه وما تقعش، لان لسه هنلزق عليها صور ولسه هعمل لها قاعده. ده كرتون تقيل. الكرتون التقيل ده هقصه لجذع الشجرة الكبير اللي هو بيبقى من تحت، وهغلفه بالفوم البني البرونز. اديني غلفته بالفوم اهو، وهبدأ احطها هنا. بص شكلها عاملة ازاي، شكلها حلوة. طبعا اللي مش عنده مسدس الشمع ممكن يستخدم البريد. ممكن، بس هتستخدميه في ورق الكرتون او الفويل، بس مش هتستخدمي اعداد زي تقيلة كرتون زي كده، لان طبعا البريد عمره ما هيلزق الكرتون التقيل اللي زي ده، هيلزق بس الفوم الخفيف. وممكن تعملي قاعدة برضو من الكرتون.
انا كده خلصت الشجرة. ممكن الشجرة بقى بدل الجذع البني اللي تحت ده، بدل ما تعملي بني ممكن تحطي بس على ورقة كرتون تغلفيها، كرتون خفيف تغلفيها بالفوم. ده فوم عندي. اللي مش متوفر عنده حتة الفوم دي ممكن يستخدم كرتونة ويحط عليها ورق الفوم ده برضو، ويحط اللون الاخضر. طبعا الارض بتبقى خضرة عشان محدش يحط الوان تانية. ودي فروع نجيلة بتتجاب من عند الورد الصناعي، بس بتخلي شكل القعدة جميلة. هلف الفوم كله بالورد الصناعي. انا قصة حتة الفوم على مقاس حتة الفل على مقاس الفوم. طبعا بهدلت المطبخ كله بالورد الصناعي وبالنجيلة. فرع النجيلة ده بهدلت بيه الدنيا خالص. هلف دور تاني عشان يبقى شكلها حلو. الشمع خلص، روحت اجيب شمع. بحط على الطرف كده وبدوس بالراحة علشان تلزق، وبسيبها شوية تنشف لان الشمع سخن. بس انا ملفتش الحتة اللي ورا لاني هحط الشجرة. بثبتها كويس بالشمع علشان ما تتخلعش. بصوا يا جماعة بقى، يعني دي انا مش هعمل لها قاعدة، بتنيها من ورا، بحط شمع كتير كده في النص، بتنيها من ورا عشان اثبتها، لان الكرتون اللي انا عملته تقيل وبجد ندمت اللي انا غلفته. ممكن تغلفي بالكرتون الخفيف ده، الكرتون الخفيف ده احسن بكتير ومش هيخلي الشجرة تقع منك زي الكرتون التقيل اللي انا عملته ده. ممكن تعملي الكرتون الخفيف ده وتلزقيها بالفوم البرونز ده. انا حطيت دي من ورا لان هي عمالة تقع. الحاجة دي الكرتون التقيل ده كان تقيل على الشجرة. طبعا قعدت شوية اثبت فيها وخليت شكلها حلو. حطيت لها برضو نجيلة من النص كده عشان مش عايزة الشمعة تبان. شكلها بقى جميل. بصوا مواقفي بقت عاملة ازاي. هي طبعا غلبتني هنا شوية لحد ما ثبتها وربطتها من ورا، لان النجيلة دي فيها زي سلك خفيف كده. بس ثبتها من ورا كده وخلاص ثبتت. وهثبتها بالشمع ولزقت الجذوع. لزقت الجذوع اللي هي اللي انا فرغتها، الخضرة اللي تحت دي، والجذوع البني، ورق الشجر الاخضر اللي تحت والجذوع البني. وخدت بقى الورد اللي انا عملته اللي هو الاخضر والبني اللي بدأت الزق عليه الفاميلي. طبعا انا الصور دي طلعتها من الكتاب، كتاب قديم كان عندي في التعريفات كلها. يعني مش شرط كتاب قديم تطلعي منه، ممكن تطلعي من كتاب المدرسة. برضو بيبقى فيه صور جميلة وواضحة عن الكتاب الخارجي. وصور بتبقى كبيرة. وممكن برضو متلزقوش على فوم، ممكن تلزقيها كده، او ممكن تطبعي ورقة فيها الاسامي وتلزقيها. ممكن تكتبيها على ايدك بخط حلو، الام والاب، وتكتبيها بالانجليش وبالعربي وتلزقيها. مش شرط، ممكن الصور اي كتاب قديم عندك ممكن تخرجي منه صور اب وام وتكتبيها انت على ايدك لو مش موجودة مكتوبة كده. هي بس بتبقى افكار ولمسة ايدك الاخيرة دي اللي بتخلي شكل الحاجة حلو. هلزق بقى الفاميلي كلها وخلاص بقى كده خلص معايا الفيديو. لو عجبك الفيديو دوسي لي لايك واشتركي في القناة، ولو مش مشتركة فعلي الجرس عشان يوصلك كل اللي انا بعمله اول باول.
واتمنى الفيديو يكون عجبكم. خلاص هنا اخر حاجة معايا بلزقها الاخ هناك اهو. انا كنت جايبه فوم كتير بس ما استخدمتوش، يعني الاصفر شيلته عشان كنت هقص منه وردات، لقيت ان الورد ده افضل، اللي هو الخيط ده احسن، لاني مش هعرف اطلع الوردات بنفس الشكل بتاع الورد الخيط ده. الورد ده بتاع تزيين القماش او الملايات، جبته وقصيته يكسروا اللون الاخضر معايا، يبقى شكل الارض النجيلة حلوة. وجبت برضو لون اصفر عشان بحب الاصفر. الشمع عمال يفتل معايا زي الفتل كده. هقص الورد الاصفر ده وهلزق الاربعة حوالين الارض. وكان معايا في الزرعة اللي هناك دي الورد، كان معايا ورد طبيعي صغير كده، خدت منها 3-4 وردات ولزقتهم في الارض، كسروا معايا لون، مديه شكل طبيعي تحفة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.